ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ الفيديو بتاعنا النهارده ظريف ومميز جدا بالنسبه كمان للاطفال وللكبار. احنا طبعا كلنا عارفين ان ولادنا معظمهم ما بيحبوش الجبنه القريش، بس طبعا هنعملها النهارده بطريقتين حلوين جدا. وصدقيني لو عملتيهم بالطريقتين دول ولادك استحاله يعرفوا ان هي جبنه قريش. ولو انت كمان بتعملي دايت او عامله نظام غذائي صحي، الطريقه دي حلوه جدا وهتاكلي منها وانت مطمنه. بس قبل ما نبدأ وصفتنا النهاردة، لو أول مرة تشوفيني، أنا ميادة ودي قناتي. أتمنى تنوريني وتدعميني بالاشتراك علشان يوصلك كل جديد. تعالوا بقى نشوف هنبدأ الوصفة بتاعتنا مع بعض ازاي. معايا هنا كده في البداية حبة من الفلفل الأحمر الرومي، ومعايا هنا 4 فصوص من التوم. هلفهم بقى في ورق فويل زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هاخدهم بقى على الفرن. أنا عايزاهم يتشووا. تمام. هنا خلاص بعد ما اتشوا بالطريقه دي قعدوا حوالي نص ساعه، حطيتهم على الصاجه بتاعه الفرن زي ما انتوا شايفين كده. هبدا بقى اشيل القشره الخارجيه بتاعه الفلفل. انا مش عايزاها لانها بتبقى قشره تخينه كده شويه، فانا هبدا اشيلها وافصصها زي ما انتوا شايفين كده. اخدها بقى في الكبه وهي والثوم، وهبدأ أنزل هنا بقطعة من الجبنة القريش. القطعة دي وزنها حوالي ربع كيلو، يبقى أنا معايا النهاردة نص كيلو من الجبنة القريش. هاخد لكل وصفة من دول ربع كيلو. نزلت بكوباية من الزبادي، ونزلت كمان بربع كوباية من الزيتون المخلي، ومعلقة ونص من البابريكا المدخنة، وشوية من الزيت. لو ما عندكيش بابريكا مدخنة عادي مفيش مشكلة خالص، تقدري تحطي العادية. اخدهم بقى اضربهم في الكبة زي ما انتوا شايفين كده. وتقدري عادي يعني الزيتون تقدري تخليه زيتون اسود او زيتون اخضر براحتك، دي حاجه ترجع لك انتي. هنا كده خلاص بقت جاهزه معانا بالشكل ده. مش قادره اقول لكم بقى ريحه التوم المشوي مع الفلفل مدياها ريحه رهيبه وطعم خطير. صدقيني ولادك عمرهم ابدا ما هيعرفوا ان هي جبنه قريش. تعالوا بقى نعمل الخلطه التانية. معايا ربع كيلو برضو من الجبنه القريش، ومعايا كمان شوية من الملح، وهنزل عليها بربع كوباية من الحليب، وطبعا شوية من الزيتون زي ما انتوا شايفين كده. هاخدهم بقى اضربهم كويس قوي لعند ما تبقى ناعمة وكريمي جدا. هنا كده خلاص بقت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا عاملة ازاي، جبنة كريمي خطيرة، طعمها تحفة تحفة بجد. صدقيني مش هتعرفي خالص ان هي جبنة قريش. بصوا كريمي وعامله ازاي. تقدري بقى لو انت عايزه تطعميها بجبنه رومي تقدري تحطي، مفيش مشكله، تقدري تحطي جبنه شيدر لولادك. بس انا عن نفسي انا كنت عايزاها صحيه. هنزل بقى عليها بشويه من زيت الزيتون، وشويه كمان من حبه البركه، بتديها طعم حلو قوي. تقدري بقى تطعميها عادي زي ما انا قلتلك باي حاجه. هنا كده خلاص الطريقتين كانوا جاهزين معانا. هحطهم بقى في علب بقى زي ما انتوا شايفين كده، واحفظهم في التلاجة. هيفضلوا معايا لمدة اسبوع. بس حاولي لما تيجي تاخدي منها تاخدي بمعلقة نظيفة، علشان ما تبصش منك. تقدري بقى بصي تدهنيها عادي على عيش التوست مثلا، او تحطيها في عيش فينو. عيش التوست ده احنا كنا عاملينه مع بعض، عملناه بطريقة سهلة وبسيطة وكانت نتيجته تحفة. لو عايزة تشوفيه هتلاقيه معانا في الفيديوهات على القناة. بصوا عاملة ازاي كريمية وتحفة. عايزاكم بقى تجربوا الوصفتين دول بطريقتي، ويا ريت بقى لو عجبتكم النهارده الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش تشتركوا في صفحتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن. واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.